ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ النهاردة بدنا مع حلقة جديدة، حلقة مختلفة جدا، حلقة هتاخدكم لمكان غريب ومرعب في نفس الوقت. تخيل نفسك ماشي في غابة شكلها ساحر، أشجارها عالية ومتشابكة، والهدوء فيها يخليك تحس كأنك جوه لوحة فنية. لكن فجأة تكتشف إن الهدوء ده مش طبيعي، مفيش صوت طيور، مفيش نسمة هوا، بس صمت يخنقك ويوصلك لدرجة الرعب. المكان ده مش في فيلم رعب ولا في الخيال، ده مكان حقيقي موجود في اليابان عند سفح جبل فوجي، مكان ارتبط بالموت واليأس وتحول لرمز عالمي غامض، لأن العالم كله بقى يسميه غابة الانتحار. فلو قلبك جامد ومستعد تسمع التفاصيل المرعبة وتكتشف المخفي ورا الستار، خلينا نبدأ رحلتنا ونقول يلا بينا. يلا بينا، بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتدوس اشتراك للقناة. تخيل انك ماشي على ارض صلبة متعرجة، مش زي اي ارض مشيت عليها قبل كده. التربة هنا اتكونت من حمم بركانية متجمدة من مئات السنين، والسطح كله مليان شقوق وحفر غريبة. جذور الاشجار ملتفة حوالين الصخور وكأنها أفاعي عملاقة بتحرس المكان. الغابة دي اسمها أوكي كوهارا، أو زي ما اليابانيين بيسموها بحر الأشجار. الاسم ده جه علشان كثافة الأشجار المدهشة داخل الغابة، فروعها متشابكة لدرجة إن أشعة الشمس نفسها بتكافح علشان تخترق السقف الأخضر. الغابة مساحتها حوالي 35 كيلو متر مربع، يعني غابة ضخمة جدا، بس مفيش فيها أصوات حياة زي باقي الغابات. الطيور قليلة، الحيوانات شبه مختفية، حتى صوت الرياح بيتكسر وسط الأشجار يخلي الصمت كأنه جدار بيسد ودنك. الناس اللي دخلوا الغابة وصفوا الإحساس ده إنه مرعب، صمت تقيل كأنك انفصلت عن العالم كله. الطريق جوه مش واضح، والممرات شبه بعض، والأرض غير ممهدة، فلو مشيت شوية من غير علامات هتلاقي نفسك تايه. البوصلة ممكن تتلخبط بسبب المعادن البركانية، وإشارات الموبايل بتختفي، كأن الغابة اتصممت عشان تعزلك عن أي وسيلة نجاة. الغابة كلها مبنية على صخور بركانية طلعت من جبل فوجي. الصخور دي عملت في الغابة حاجتين مرعبين. أول حاجة، خلت الشجر يطلع بكثافة جنونية علشان يقدر يمتص أي غذاء موجود في الأرض، لدرجة إن الشجر عامل سقف كاتم للضوء والصوت، يخليك لو مشيت جواها بتحس إن صوتك نفسه بيتخنق. تاني حاجة، إن الصخور دي قادرة تلخبط أي جهاز ملاحة، يعني أي حد بيخش الغابة البوصلة بتاعته بتتجنن حرفيا، ومش بيعرف يحدد من الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب. بس السؤال هنا، ليه الغابة دي بالذات ارتبطت بالموت؟ هنا لازم نعرف إن الموضوع ما بقاش خطير إلا لما دخل فيه عنصر الرعب التاريخي. اليابانيين من زمان كانوا يحكوا أساطير عن أرواح الناس اللي ماتوا بطاقة حزن أو غضب شديدة، واللي لحد النهاردة بيعتقدوا إنها بتحوم حوالين الأشجار في الغابة كلها. يعني الغابة بقت مكان محجوز للغضب واللعنات، وهنا الحدود بين الطبيعي والماورائي بتختفي. القصة بدأت من زمن بعيد، قبل ما الغابة تتعرف باسم غابة الانتحار. كان ليها سمعة غامضة وملعونة جوه المجتمع الياباني نفسه. والأسطورة هنا بتقول إن في فترات المجاعات القاسية والفقر الشديد انتشرت حكايات عن عادة مرعبة اسمها أوبا سوتا، بمعنى التخلي عن الوالدين. العادة دي بتحكي إن العائلات لما كانت تعجز إن هي توفر أكل لكل أفرادها، كانوا يضطروا ياخدوا كبار السن أو المرضى اللي مش قادرين يشتغلوا ويسيبوهم في قلب الغابة، بيتسابوا وسط الأشجار المظلمة عشان يموتوا أما من الجوع أو من البرد أو من هجوم الحيوانات. الفكرة دي حتى لو ما كانتش مؤكدة تاريخيا، خلت الغابة ترتبط في ذهن الناس بطريقة موت قاسية وجحدة جدا، وأكيد بأرواح ناس مظلومة ومعذبة في صمت. ومن هنا ظهرت أساطير تانية مستوحاة من نفس الفكرة، زي القصة البوذية الشهيرة اللي بتوضحها الصورة اللي قدامنا، وبتحكي عن ابن كان مضطر ياخد أمه العجوز للجبل علشان يسيبها تموت هناك، لكن الأم وهي على ظهره بدأت تكسر أغصان الشجر وترميها وراها عشان تدله على طريق الرجوع بعد ما يسيبها.
الحكاية دي خلدها الفن الياباني في اللوحات والقصائد، وبتكتشف قد ايه الأم ضحت بحياتها لكن فضلت تفكر في ابنها لحد آخر لحظة. ومن هنا بدأت الأسطورة إن أي حد يدخل الغابة ممكن يقابل الأرواح دي ويسمع همساتهم زي أصوات بتنده عليه في الضلمة لحد ما يلاقي نفسه تايه ومش قادر يخرج من الغابة. لكن اللي زود سمعتها أكتر كان الأدب الياباني نفسه. سنة 1960 صدرت رواية شهيرة بعنوان برج الأمواج. الرواية دي وصفت الغابة كمكان اختارته البطلة عشان تنهي حياتها. تخيل ملايين اليابانيين قروا القصة وفجأة الغابة تحولت لرمز درامي مظلم للهروب من الواقع، ومن ساعتها بقى في ارتباط مباشر بين غابة أوكاكاهارا والانتحار. بس الموضوع موقفش عند حدود الرواية. الإعلام الياباني بدأ يغطي قصص ناس بينتحروا في الغابة، ومع مرور الوقت كل ما زادت الحوادث كل ما ضعفت شهرة الغابة، لحد ما الإعلام الغربي تدخل في أواخر التسعينات وبداية الألفينات وسماها بالاسم اللي هز العالم كله، غابة الانتحار. وبالتبعية الغابة بقت مادة خصبة للأفلام والبرامج، واتعمل عنها أفلام وثائقية كتير وكمان أفلام رعب، أشهرهم فيلم هوليوود ذا فورست سنة 2016. وبكده المكان اتحول من مجرد غابة طبيعية على سفح جبل فوجي لرمز عالمي للغموض والرعب واليأس، مكان الناس بيدخلوه وهم عارفين إنهم بنسبة كبيرة مش هيقدروا يخرجوا منه أبدا. بس يا ترى هل فعلا أرقام حالات الانتحار في الغابة مخيفة للدرجة اللي شهرتها بيها؟ طب ما تيجوا يلا نشوف الأرقام بنفسنا. في سنة 2003 بس الشرطة اليابانية لقت 105 جثة داخل الغابة، وده بيعتبر رقم مرعب جدا، خصوصا لما نعرف انه اعلى بكتير من السنة اللي قبلها اللي هي 2002 واللي الشرطة اليابانية لقت فيها 78 جثة. يعني خلال سنة واحدة بس عدد حالات الانتحار زاد بشكل غير طبيعي جوه الغابة. لكن الكارثة مش في الارقام دي. مع مرور السنين الغابة تحولت لكابوس حقيقي للسلطات اليابانية، واللي بيأكد ده انه في سنة 2010 الشرطة سجلت اكتر من 200 محاولة انتحار جوه الغابة. تخيل الرقم ده، 200 انسان دخلوا الغابة بنية انهاء حياتهم، ومن بينهم 54 حالة نفذوا قرارهم للنهاية بالفعل. والاغرب من كل ده ان في نمط غريب بيتكرر، محاولات الانتحار بتزيد بشكل واضح في شهر مارس من كل سنة، والسبب ببساطة ده وقت نهاية السنة المالية في اليابان، وقت الضغوط الاقتصادية، الحسابات، الديون والمسؤوليات اللي بتدوس على ناس كتير في طريقها، كأن الغابة بقت الملجأ الأخير لكل اللي وقع تحت ضغط الحياة ومش لاقي مخرج. أما الطرق اللي بيتم بيها الانتحار هناك فهي صدمة. أكتر طريقتين منتشرين هما الشنق بالأحبال اللي متعلقة على غصون الأشجار، أو المنتحر بياخد جرعات زايدة من المخدرات وسط الغابة في العزلة التامة. بس من أغرب الحاجات اللي ممكن تلاحظها جوه الغابة هي الأشرطة والخيوط اللي متعلقة بين الأشجار، ودي مش للزينة ولا مجرد صدفة، دي وسيلة بيستخدمها الناس اللي بيدخلوا الغابة وهم مش متأكدين إذا كانوا عايزين يخرجوا منها تاني ولا لا. الشخص اللي بيكون متردد بيربط شريط أو خيط من عند مدخل الغابة ويمشي بيه لجوه على أمل إنه يلاقي طريق للرجوع لو حب يغير رأيه. الأشرطة دي في ظاهرها مجرد وسيلة نجاة، لكن في حقيقتها هي أعمق بكتير. كل شريط متعلق هناك هو دليل على صراع داخلي على شخص كان لسه ماسك في أمل ضعيف، يمكن بيقول لنفسه لو حسيت بأمل يمكن الشريط ده يرجعني. لكن المؤلم إن أغلب الأشرطة دي بتتقطع فجأة أو تنتهي في نص الغابة، وكأنها شاهد قبر صامت لقصة انتهت خلاص. لما تشوفهم تحس إن الأشجار نفسها شايلة أسرار الناس اللي جوه واللي مشوا السكة دي، أسرار الألم، التردد، والمحاولة الأخيرة للتمسك بالحياة. اليابان أصلا معروفة بمعدلات الانتحار العالية بسبب ضغوط المجتمع والشغل اللي بيستهلك حياة الناس، وبكده تكون غابة أوكاكاهارا تحولت لمرآة مرعبة لمعاناة ضخمة. ومن شدة خطورة الوضع الدولة نفسها بدأت تتحرك، فهتلاقي عند مداخل الغابة لافتات مكتوب عليها عبارات مؤثرة زي
حياتك أسمل مما تتخيل. فكر في أسرتك، فكر في مستقبلك. وكمان الشرطة بقت بتعمل دوريات بشكل متكرر، والمتطوعين بقوا بيدخلوا الغيبة مش بس عشان يدوروا على جثث، لكن كمان عشان يمكن يقدروا ينقذوا حتى لو حياة شخص واحد قبل فوات الأوان. كمان الحكومة حاولت توقف نشر أعداد المنتحرين عشان ما يتحولش المكان لأسطورة بتشجع اليائسين من الحياة على الانتحار، وفتحت خطوط للدعم النفسي علشان أي شخص بيفكر في الانتحار يلاقي حد يسمعه. ورغم إن الأعداد لسه كتيرة ومؤلمة، إلا إن الرسالة اللي بيحاولوا يوصلوها بقت واضحة جدا، إن حتى في أعمق غابة وأشدها ظلام لسه في فرصة للنجاة ولسه في أمل. وهنا بيجي السؤال اللي بيطارد أي حد يسمع عن غابة الانتحار: هل هي كانت مجرد غابة عادية، ولا فعلا فيها لعنة بتسحب الأرواح؟ طيب الأشجار الكثيفة اللي بتبلع الصوت، الصمت اللي يخلي أنفاسك تقيلة، والخيوط والشراط اللي بيحطها الناس عشان يلاقوا طريق للرجوع لكن نادرا جدا لما بيرجعوا. يمكن الرعب الحقيقي مش في الأشجار ولا في الأساطير، الرعب الحقيقي إنك تمشي وسط الغابة وتعرف إن اليأس البشري أقوى من أي لعنة عرفها التاريخ. لكن تفتكروا لو دخلتوا الغابة وحدكم وسمعتوا خطوات وراكم أو همسات في الهوا، هتكون مجرد أوهام ولا أرواح اللي مشوا قبل كده ولسه بيدوروا على مخرج؟ اكتبولي رأيكم في الكومنتات، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة علشان توصل لكم كل الحلقات الجاية.